اخوان السلام عليكم. في هاد الظرفيه اللي كلشي ملهي مع الكره، الصحفي المهداوي زولوا له بطاقه ديال الصحافه. أقسم لكم بالله العلي العظيم لم أشهد محاكمة مثل هذه في حياتي، ولم أشعر بغبن كما شعرت الآن. المحاكمة ديال الزميل ديالكم واللي كتعرفوا طبعا تفاصيلها، الأمر كيتعلق ب يعني النظر في القرار ديال المجلس الوطني للصحافة والقاضي بسحب البطاقة لمدة سنة. أنا أقول لكم صادقا، عشت العديد من المحاكمات لا أحصى لها وأنتم تعلمون هذا. أقسم لكم بالله العلي العظيم لم أشهد محاكمة مثل هذه في حياتي، ولم أشعر بغبن كما شعرت الآن، ولم أشعر بحزن كما شعرت الآن. يعني أنا جد منكسر، والانكسار ماشي مفهوم ديالو لا، يعني ساءني ما سمعت من هيئة دفاعي المحترمة، سواء الأستاذ مسعودي، سواء ما قال الأستاذ عمر الداودي أو الأستاذ رشيد أيتب العربي. وأقسم لكم بالله وسمحوا لي كنقسم بالله شعرت بالخجل، وطيلة الجلسة كنطلب في القضاة واحد كنطلب فيهم. ما شفتوا الاخوان؟ ها هو عنده فيديو ديال كيتامروا عليه، ما عقلوش عليه الاخوان. بغاو يزولوا بطاقه الصحافه وكيتامروا عليه، والكلام نابي ولجنه اخلاقيات. وشفتوا الفيديو كيفاش داروا الكلام اللي تقال. ما علينا الا ان نقول لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يدير شي ساود الخير الاخوان. تحياتي للمسؤولين الشرفاء اللي عندهم الغيره على هذا البلاد وكيخدموا بالشرف ديالهم، ما عندهمش باك صاحبي. سلام عليكم.